السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم يا شباب درس جديد وهو تطبيقات بسيطة. قال لي هنا التطبيقات البسيطة اللي هي شنو؟ المثال رقم 20 قال لي تثبت سارية علم طولها 20 متر عن طريق ربطها بدعامة من القمة بحيث تصنع زاوية 72 مع الأرض. وجد مسافة من قاعدة السارية إلى قاعدة الدعامة. أول شيء يا شباب أعطاني هنا كم؟ معطيني هنا عندي 20 ومعطيني هنا 72 وهنا كم يبي السين يا شباب. بالنسبة للسين هنا يا شباب شنو عندي الزاوية يا شباب. الزاوية هذه عندي الزاوية هذه بالنسبة ل20 شنو هي المقابل، صح ولا لا؟ على السين اللي هي شنو؟ اللي هي المجاور. معناها شو بنستعمل يا شباب؟ بنستعمل الضاء. شو بنستعمل لها هذه؟ بنستعمل لها الضاء. معناها أنا شو بنقولوا هنا الضاء، ركز معايا، 72 تساوي المقابل اللي هي 20 على كم؟ على السين، مقام واحد نضرب طرفين في وسطين، صح ولا لا؟ هتبقى عندي معناها كم؟ هتبقى عندي 20 تساوي الضاء 72 ضارب السين، نقسم على الضاء 72 للطرفين، صح ولا لا؟ هتعدي هذه مع هذه، معناها السين تساوي كم؟ 20 على ضاء 72. تعال نديروا الآلة حاسبة. هنديروا هنا معناها كم؟ هنديروا هنا 20 على كم؟ على اللي هي الضاء، هي عبارة عن شنو يا شباب؟ الضاء اللي هي تان اللي هي كم؟ 72. هيطلع الناتج كم؟ 6.498. لما نبي نقربها هتطلع 6.50، نفس الناتج اللي هنا طلعته قبل شوية. هذه بالنسبة للأولى يا شباب، فالحل صحيح 100%. نجي للي بعدها يا شباب اللي هو المثال رقم 31. قال لي هنا اللام ألف سلم طولها 5 أمتار يرتكز على حائط رأسي وأرض أفقية بحيث قاعدة السلم تبتعد على الحائط مسافة 3 أمتار. احسب الزاوية التي يصنعها السلم مع الأفقي. باهي هذه بالنسبة الأولى، نبي الزاوية. هذا بالنسبة للأولى يا شباب. معطيني هنا 3 معطيني هنا 5، يبي الزاوية هي لام، معناها ألف لام دال. تمام، ألف لام دال. الألف لام دال معناها عبارة عن شنو يا شباب؟ عبارة حيكون عندي المجاور على ايش؟ على الوتر. معناها شنو بيكون مجاور على الوتر اللي هي شنو؟ جتا يا شباب. معناها بنقولوا جتا. تمام، الألف لام دال شنو يساوي المجاور على شنو؟ على الوتر. المجاور على الوتر شنو هو يا شباب؟ معناها بنقولوا جتا ألف لام دال يساوي المجاور كم؟ عندي 3 على الوتر كم يا شباب؟ 5. تمام، فمعناها نبي الألف لام دال. ايش بنقول؟ الألف لام دال بنقولوا جتا -1 حنقولوا 3 على 5 اللي هي في الآلة حاسبة حنديروا هنا شيفت. تمام، ونديروا كوساين، حنفتح القوس حنقولوا 3 على كم يا شباب؟ على 5، هتطلع 53.1. إذا الناتج صحيح يا شباب كيف ما طلعناه قبل شوية، اللي هي حيطلع عندي كم؟ هيطلع عندي هيا يا شباب، هو الناتج أو معليش هيطلع الناتج عندي كم؟ 53.1. هذا بالنسبة للمعطى الأول اللي هو شنو يا شباب؟ المعطى ألف. نجي للمعطى باء يا شباب. الباشن قال لي هنا نبي الضلع. يبي الضلع كم يا شباب؟ يبي الضلع الألف دال، صح ولا لا؟ الألف دال شنو هو؟ طبعا أنا قلت لك لما يعطيك الوتر يا شباب معلوم فمعناها بتنقص، صح ولا لا؟ معناها بنديروا الألف دال للتربيع، حنديروها هنا، حنحلوها، حنمحى هذه ونديروا مساحة أخرى، حنديروا هنا يا شباب. معناها حنقولوا هنا ألف دال للتربيع، تمام، زايد، تمام، ألف دال للتربيع زايد 3 للتربيع تساوي كم؟ 5 للتربيع. باهي، الألف دال تربيع زايد 9 تساوي كم؟ 25، صح ولا لا؟ باهي، أنا نبي الدال بروح، الألف دال تربيع بروح، هننقل غادي بعكس الإشارة، حتبقى ألف دال تربيع تساوي 25 ناقص 9. معناها الألف دال تربيع تساوي 16. أنا نبي ألف دال بروح هناخذ الجذر، هتبقى الألف دال كم تساوي 4. معناها الألف دال يا شباب بالنسبة للباء كم طلعناها 4. معناها هذه يا شباب عندي هنا 4، صح ولا لا؟ وخذينا الجذر وكل شيء، وهنا عندي 4. فمعناها عندي الحل يا شباب صحيح 100% والأمور تمام. طبعا هنا قال لك حل بطريقة أخرى
تمام. إذا أنت تبي تحل بالطريقة هذه حل، ما فيش أي إشكالية تقدر يعني، بس أنا حليت لك بالطريقة هذه أسهل، وطبق النظرية اللي أنا أعطيتها لك. وإن شاء الله نكونوا كملنا درس اليوم. تنسوش تفعلوا زر الاشتراك في القناة شبابك، نكونوا كملنا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.